لو سمحت يا شيخ، انا تعبانه جدا. الف سلامه على حضرتك. مالك يا حبيبتي؟ الله يسلمك. انا حاسه ان انا خايفه جدا من ربنا. ليه بس يا منى؟ ليه بتعيطي؟ انا حاسه ان انا خسرانه دنيا وخسرانه اخره، ليه ومش ليه عارفه بس اعمل ليه ليه ايه. ليه نخسر دنيا واخره؟ ليه نقول عشان كده؟ انا مش عارفه اعمل ايه. ايه اللي حصل؟ طب اهدي انت بس، عملتي اهدي ذنب يعني يا منى؟ في الناس دايما انا اذيت ناس غصب عني، ومش عارفه اصلح الذنب ده لوحدي. انا مش مفيش حد مصدقني لما بروح لدكاتره نفسيه، ما بيصدقونيش. لما احكي لاهلي ما بيصدقونيش، بس الناس حواليا كلها بتكرهني. ايه اللي حصل يا منى؟ احكي لنا ايه اللي حصل. طيب خايفه اقول ايه اللي حصل، يعني حد يعرف. بس انا ما بنامش، وبحس ان ربنا مش عايز يستجيب لي. بصي يا منى، هسألك سؤال. انت الذنب اللي عملتيه ده ينفع يبقى ليه رجعة، ولا مثلا الأذية خلاص دي راحت ومش هتعرفي ترجع تاني؟ مش عارفه ليها رجعة ولا لا. طبعا بصي مش يا فاهمين منى السؤال. يا منى انا يعني ادينا اي مثال كده، حتى لو من بعيد، ما تحكيش الموضوع، سيبي. بس يعني مثلا زي ايه مثلا؟ هقول لها. هيا منى. زي الحسد. الحسد؟ اه. الحسد يعني زي السحر مثلا؟ لا، الحسد الناس حقيقي. بتقول ان انا بحسده. ايه يا منى الكلام ده؟ لا ده حقيقي، وبيتعبوا وبيخشوا مستشفيات. طيب ما احنا عندنا العلاج يا منى، حتى لو كده يعني ما احنا عندنا العلاج. وحاسه ان وانا حياتي واقفه اصلا يعني، وبروح كذا مكان ما بتوفقش. انت يا منى اتحطيتي في القالب ده وصدقتيه يعني؟ الناس هي الناس بتقول كده، وانا الناس بتقول كده وحطوكي في القالب ده، فانت من جواكي بقيتي مصدقه كده، صح؟ بس هم فعلا انا لما بروح عند حد بيتعب، لما الناس كلها بتقول كده يعني كلهم مجتمعين على كده، انا هكدب كل دول. طب انا هسألك حاجه يا منى. انت دلوقتي لما رحتي بتقولي لدكتور نفسي، هو ما قالكيش ان انت لازم انت نفسك ما تصدقيش، لان انت لو صدقتي الحاجه بتبقى حقيقيه؟ ما بكملش معاهم عشان هم غاليين جدا، فبروح اول شهر بس لما بيكون معايا فلوس، لما الفلوس بتخلص ما بكملش. طيب بصي يا منى صلي على النبي كده واهدي خالص عليه الصلاه والسلام. انا هسألك سؤال. وانا حاسه ان انا حاسه ان ده فعلا حقيقي، عشان انا حياتي كلها واقفه. طب بصي يا منى، ومفيش حب من عباده، فانا لما فيش حب من عباده يبقى هو ربنا مش راضي عني وما بيحبنيش. ليه بس كده؟ دي كده انت دخلتي في وساوس الشيطان. انت يا منى بتصلي؟ ساعات وساعات. طيب انت اصلا مش ماسكه اهو في ربنا. الصلاه دي اهم حاجه في حياتنا، اهم حاجه هي اللي احنا زي ما بنقول ماسكين كده، متشعبطين كده في رحمه ربنا بالصلاه. الصلاه متشعلقين ومتشعبطين وماسكين كده مثبتين بالصلاه. دي الاهم باب لينا، ما ينفعش انا بقالي 4 سنين عايشه ميته، مش عارفه. طب اسمعيني يا منى طب بصي بقى يا منى، اسمعي انا عايز الشيخ احمد يكلمك. هسألك سؤال بس. هو انت حضرتك لما بتدخلي على ناس وبتحسي ان عندهم نعمه، انت بتبقى من جواكي متضايقه؟ لا. طب كويس. بتبقي فرحانه لهم مثلا، حاسه ان عينك في الحاجه دي؟ لا خالص. طيب كويس. يبقى انا اللي اول حاجه، اول خطوه من الخطوات، اول ما اشوف حاجه كده نعمه قدامي بحس ان انا في حقد عليها كده، انا غصب عني تلقائي داخل انا بحقد على الحاجه دي، خلاص كده؟ فالحاجه دي مش موجوده عندك. طيب احنا فرضا لو عندنا الحسد ده نعمل ايه؟ العلاج النبي اللي قاله صلى الله عليه وسلم، وعندنا في الشرع الشريف، اللي هو اعمل اول ما اشوف اي انسان، حتى لو ابني بنتي اختي مالي بتاع، يقول كده ايه؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله لا قوة الا بالله. واخد بالك؟ طب وحق العباد اللي عندي اعمل فيه ايه؟ حق العباد. ومين قال لك اللي انت بتحسدي بقى اهو؟ مين قال لك اللي انت بتحسدي؟ نعمل ايه بقى؟ حق العباد دول فرضا يعني، خلاص نعمل ايه؟ نستغفر ربنا، نقول استغفر الله واتوب اليه. انا يا رب ان شاء الله مش هشوف اي حاجه تاني الا لما اقول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله تبارك الله، خلاص كده؟
ده حاجه. طب فرضا انت فلان عارفه ان هو تعب لما شافك، نعمل ايه تاني؟ الشرع الشريف وغير الدعاء بقى هنعمل ايه؟ اجيب كوبايه ميه كده واقول لهم، هم عارفين وبقول لك انت حاسس. طب يا اخوانا، طب انا اسفه معلش، بسم الله اشرب ميه واقول لهم النبي علمني اقول لهم انا اسفه ان انا دخلتكم مستشفى ولا تعبتكم يا شيخ. مش انت بتقولي، مش انت اللي بتقولي كده، مش انت بتقولي هم بيقولوا لك الكلمتين دول، مش هم بيقولوا لك كده؟ ايوه يعني للاسف ان انا هم بيقولوا ان انا دخلوا المستشفى، وانت اقول لهم مصدقه انا كده، اسفه. وانت مصدقه كده، مش انت مصدقه كده؟ لا هو مش بيقول لك انا اسفه، اسمعي الكلام. انت عارفه لو حد حسد حد العلاج ايه؟ هعمل ايه بقى؟ بجيب اعرفي اشرب كوبايه ميه، بق ميه كده، الحاسد بيشرب بق ميه، والباقي اروح غاسل بيه وشه وراسه وبتاع، وانتهت المساله. هم بقى هينتهوا على كده، هم هيفضحوني عند الناس خلاص كلها. يبقى ما تصدقيش الكلام ده، ما تصدقيش. ما احنا بنقول لك انت مصدقه اهو ادعي نفسك. لهم، ادعي لهم يا منى. انت مصدقه نفسك، مش انت مصدقه نفسك ولا مش مصدقه؟ مصدقه. ها؟ مصدقه. انا عاوز اسمعها. مصدقه. طب خلاص انت مصدقه نفسك اهو. هو دي المشكله اللي عندك، انت دي مشكله عندك. فنعمل ايه بقى؟ مش هشوف اي انسان تاني الا لما اقول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. طب وكل اللي فات ده هقول استغفر الله واتوب اليه. وانا عاوز اقول لحضرتك حاجه، ادعي لهم. انت ما عندكيش ده. لا، هو ده للاسف ناس ضحكت عليكي بالكلام، انت صدقتي الكلام ده فحطيتي نفسك في القالب ده. يعني كل الناس دي. يا شيخ، ده كل الناس مش حد واحد. يا رب تكون الدنيا كلها. من كتر ما قالوا لك كده انت صدقتي الحكايه دي. ما هو الناس فممكن تكوني خليتي نفسك كده من كتر ما انت مخك اقتنع بكده. الناس بتعمل ايه؟ اهربي من الفكره دي. الناس بتعمل ايه يا منى؟ اسمعي بس، اللي هو ده فلانه منى بتحسد، ففلانه تروح تقول لي فلانه ده منى بتحسد، فكله خاف من منى، فده تقول لبنت عمها ودي بتقول لبنت خالتها وده، فاشاعوا الكلام ده في الدنيا، فاهمه؟ في الناس اللي حواليك كلها، فانت مصدقه ان الناس كلها عندها اليقين ده. هو ده اللي حصل لي فعلا. طب ما خلاص، ما انا بقول لك انت ما تصدقي، اطلعي من القالب ده، اطلعي من القالب ده، والامر سهل جدا. وفي طب ما هو ما فعلا الابواب متقفله في وشي، ما بتوفقش عشان ما بتصليش وما بتصليش برضه، صح؟ مش لازم نصلي؟ مش ربنا قال استعينوا بالصبر والصلاه؟ مش انا هستعين على قضاء حوائجي بالصبر والصلاه يا منى؟ صح ولا لا؟ طب والستر اللي هو بيتكشف في الدنيا ده معنى كده ان ربنا مش هيسترني في الاخره؟ ستر ايه؟ مين قال لك الكلام ده؟ ربنا اكرم من ان يفضح خلقه، لازم تفهمي كده. ربنا اكرم من ان يفضح انسانا. انت مين قال لك؟ ربنا اسمه ستير سبحانه وتعالى. وبالمناسبه مش موسى الستير، اسمه ستير، لان اوزان ربنا الاسماء كلها على وزن كريم، ستير وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى الستير سبحانه وتعالى يستر عباده. مين قال لك ان هو ربنا بيفضح؟ هو اكرم سبحان الله من ان يفضح انسانا. ده هو اللي قال لما تشوف واحد على معصيه استره. وسيدنا النبي قال له يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. تيجي تقول له ربنا هيفضح ايه؟ انت عملت ايه؟ ما عليك. خلاص انا حياتي اللي فاتت كلها سودة، خلاص سوداء، فانا محتاج ان انا ابيضها بقى. ينفع؟ سهل يعني ان انا ابيضها ولا ما ينفعش؟ سهله جدا. تقرب من ربنا، سهله جدا. الفكره دي من حياتها عشان دمرت نفسها. استغفر ربنا، اتعلق بالله تبارك وتعالى، اشيل الفكره اللي انا ما بحسدش. هقابل اي انسان واقول لهم بصوا بقى، اللي هيقول لك انت سبحان الله ربنا النبي قال كده بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك، وعلي صوتي كمان قدام الناس، خلاص لغايه لما الفكره دي تزول ان شاء الله. لكن ما تقوليش يا منى اللي ربنا بقى بيفضحني وربنا ما بيسترنيش وهيفضحني في الاخره عشان الناس بتقول. لا، الناس بتاخد من بق بعض وبيفضحوا الناس. ربنا يهديهم. طب ويأثمون يا استاذه دعاء. طبعا اخذوا ذنوب الناس تأثم دمروها لما يقولوا الكلام ده لله. وهم ما عندهمش يقين بالمساله دي. طبعا.